أنا اسمي هشام، سني 24 سنة، مواليد الدقي. مهنتي شغلانة تصنيع الفوانيس. مفيش حد ما بيحبش رمضان ولا بيحب فانوس رمضان. مهنة الفوانيس دي اتعلمتها وأنا عندي مثلا، كان جدي كان ياخدني معاه الورشة وأنا سنة، كان ياخدني على رجليه وأقعد كده اهوت وهي الصناعية شغالة، ولقطت المهنة دي واشتغلت فيها. ابتدأت أنا دلوقتي أصنع فانوس. احنا 24 ساعة على العموم. عندي ولد عمي يمسكوا بالليل الفرش من بره، واجي لهم انا بالنهار امسك منهم، وابدا بقى اطلع الديكور اللي ما طلعش، ابدا اطلعه على الفرش اعرضه. طول ما احنا قاعدين بنقعد نروق في الشغل ونعلق ونطلع ديكور جديد، وزي ما احنا قاعدين عاملين نعمل ديكورات. أنا ببدأ تصنيع الفانوس ده لما أرسمه الأول على الكراسة، وأبدأ بقى إيه أشوف هياخد مني إزاز قد إيه، هياخد مني صاج قد إيه، وببدأ بقى إيه أقطع بقى الشكل اللي هو الإزاز والصاج والأزير، وأبدأ أصنع الفانوس وأوقف الفانوس نفس الشكل اللي أنا رسمه على الورق. الفوانيس انواع، ويبدا من اول فانوس اللي هو البرقوقه دوت، وصنعناه ورسمناه الاول برضك وهو صغير، رسمناه على الورقه وصنعناه. هو كان برج كبير، ابتدأنا بقى نطور فيه ونصغر فيه ولغايه لما طلع معانا بالشكل دوت اللي هو شمعه صغيره واتحط في الفانوس. وفي بقى اللي هو اعلى منه الدلايه برضك شمعه، وفي الحجم الاكبر اللي هو اسمه عفركوش، وفي بقى يبدأ بقى اللي هو أبو الأنوار، اللي هو أبو الولاد، الشويبس، النجمة، دي أحجام كبيرة، والإبراج العالية والإبراج الوسط. ويبدأ بقى كل سنة بنعمل أشكال أحسن من التانية. أنا أحب الفانوس الصاج عن الصيني. طبعا الفانوس الصاج أنا اللي رسمه وأنا اللي مصنعه وأنا اللي عامل ديكوره. كل سنة يعني ليا فانوس غير التاني في البيت وأحطه مع مذكرياتي اللي أنا برسمها. الفوانيس اللي احنا بنستوردها من الصين طبعا تختلف عن الفانوس المصري. الصين بقت خدت مننا الفكرة وطورته، وبقى بالفانوس اللي بيمشي والفانوس اللي بيتكلم واللي بيغني واللي بيقول أغاني رمضان وكذا نوع يعني. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. حنزب تعريس يا ولاد، حنزب تعريس. أجمل لحظة طبعا إن أنا أرسم الفانوس وأصنعه وأشوفه قدامي كده اهوت اللي أنا رسمته وصنعته وهو منور كده اهوت والزبون عليه إقبال عليه، ولحظة يعني سعيدة في حياتي. طبعا عندي أمل في بكرة. مصر بتمثل لي في حياتي كل حاجة. في خلال 3 سنين إني أشغل المحل وأوسعه. الأمنية التانية إني أتزوج وأفتح بيت، يكون عندي ولاد. الأمنية التالتة نفسي والدي الحج، توقيع هشام حلمي، الشهرة شومة.